يا صباح الفل والورد والياسمين على أغلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة بقى يوم جديد وروتين جديد إن شاء الله. طبعا بقى كان ناقصني شوية حاجات كده، نزلت السوبر ماركت جبتهم. جبت لانشون وجبت تونة وجبت بيض وجبت جبنة رومي. طبعا بحط الحاجة ده عندي في التلاجة عشان برضك ايه، أعمل فطار خفيف وكده. وطبعًا بقى الكفتة المشوية على الفحم دي جميلة، والسجق المشوي على الفحم، ده أصلًا بيبقى بريحة الفحم، يعني حاجة جميلة ونضيفة ما شاء الله. كان برضك ما عنديش عيش، جبت عيش. وطبعًا بقى جهزت فطار من الحاجة اللي أنا جبتها. طبعًا بقى البيض، باجيب البيض مثلًا باحطه في التلاجة علشان لما عاوزة أعمل فطار وكده تبقى الحاجة عندي موجودة. وطبعًا بقى النهارده هاعمل كفتة مشوية في الفرن. ما شاء الله الكفتة دي كانت جميلة، كان معايا كيلو لحمة، وكان معايا 3 بصلات، ما باكترش البصل. وطبعا فرمت البصل في الكبة، ونزلت منه المية بتاعة البصل وحطيتها في طبق لوحده علشان برضو كان بعصج الكفتة بمية البصل. ومعايا خضرة نزلت بيها، ونزلت عندي كيس توابل كفتة مشوية. ما شاء الله كيس التوابل ده بتحطيه على الكيلو. كيس التوابل ده مكون من كل حاجة، فيه البهارات كلها ما شاء الله، بيدي طعم وريحة ونفس للكفتة جميل ما شاء الله. هنزل بالكيس وبعد كده اعجنها بايدي بقى. اهم حاجة عجينة الكفتة، لو عجنتها حلو الكفتة هتطلع منك حلو، لازم تعجنها حلو. وهنزل معايا كيس بقسماط، هنزل بثلاث معالق بقسماط. وبعد كده عندي بهارات، هنزل بمعلقة صغيرة فلفل اسمر وشوية ملح وشوية السبع بهارات. البهارات دي برضو بتديها طعم حلو. وهنزل بفصين توم. طبعا بقى انا اول مرة اعمل الكفتة دي، يعني اول مرة اعمل الطريقة دي، لو في طريقة تانية برضو عرفوني في التعليقات. وزي ما انتوا عارفين بقى اللي انا لسه في اول الجواز، فكل مدى بعرف حاجة. طبعًا بقى إيه، الواحدة ما بتطلعش السلم مرّة واحدة، مرّة في مرّة باعرف. ما شاء الله هاعجنها كويس، لازم أهم حاجة العجينة تتعجن كويس عشان تبقى حلوة. وبعد ما أعجنها كويس هاسيبها في التلاجة ساعة، ساعة أو نُص ساعة، باغطّيها بكيس وباسيبها في التلاجة. ما شاء الله باوريكم كده باعجنها كويس. وبعد بقى ما عجنتها كويس هادخّلها التلاجة. وده بقى كنت دخّلتها التلاجة سِبتها نُص ساعة. وبعد كده بقى طلّعتها عشان أصبّعها بقى وأدخّلها في الفرن. وما شاء الله جِبت الصينية دي ودهنتها زيت من تحت. متابعين عاملين ايه؟ وحشتوني جدا والله، يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. طمنونا عليكم كده في التعليقات. وانت بتتفرجي عليا كده اعملي اللايك بتاعك، وما تنسيش الاشتراك في القناة عشان ينزلك كل جديد. ودايما كده معانا ومنورين القناة بتاعتنا يا اجمل متابعين في الدنيا. ربنا يخليكم لينا وما نتحرمش من وجودكم في حياتنا ابدا. ودايما كده منورين القناة بتاعتنا، وان شاء الله القناة بتاعتنا تكبر بيكم. وطبعًا بقى ده بقى كنت حاطة مَيّة البصل في الطبق وباصبّع بيها. ما شاء الله الكفتة كانت جميلة ما شاء الله. وده بقى وباوريكم بقى كنت صبّعت شوية. تسلم ايديا وحياة عينيا، اول مرة اعمل الكفتة دي وطلعت ناجحة مني وطرية وجميلة وكانت مستوية وكانت جميلة ما شاء الله. طبعا بقى مع الايام هنتعلم واحدة واحدة، يعني انا مع الايام بتعلم واحدة واحدة. عايزة اقول لكم ان انا كنت فين وفين عما بطبخ وانا بنت. وبعد كده بعد الجواز بقى بتضطري ان انت تتعلمي كل حاجة، وما شاء الله مرة في مرة كل حاجة لو طلعت منك مرة مش حلوة المرة التانية اللي بعدها تطلع حلوة. يعني أنا عند ماما تقول لي وإحنا كنا صغيرين ما كناش بنعمل حاجة، بس بعد كده بقى بقيتِ بتشيلي بيت لوحدِك، مسؤولية لوحدِك، بقيتِ تتعلمي، بقيتِ غصبٍ عنِك هتعرفي تطبخي كل حاجة، بقيتِ تبقي سِت بيت شاطرة. ما شاء الله. كنت بقى دخّلتها الفرن بقى وده باوريها لكم وهي في الفرن. عايزة أقول لكم الكفتة بتكِش، يعني أنتِ بتبقي مصبّعاها صوابع كبيرة وبعد كده بتكِش. ما شاء الله دي كان معايا اللون بتاعها كانت جميلة بألف هنا. طبعًا بقى هاعمل معاها كيس مكرونة جنبها عشان تبقى إيه، جميلة كده. عايزة تاكليها بعيش وطحينة بتاكلي، عايزة تاكليها برضه بمكرونة وسلطة وعيش وطحينة بتبقى حلوة. مع ده ومع ده بتبقى جميلة ما شاء الله. طبعًا بقى كنت جبت الطماطم وغسلتها وافرمها في الخلاط علشان اعمل كيس مكرونة جنب الكفتة. وطبعًا بقى أنا باعمل المكرونة زي ماما بالضبط.
ما شاء الله، طالما الطماطم بتاعة المكرونة كتيرة، المكرونة بتبقى جميلة، وأهم حاجة ما تعجنش منِّك. ما شاء الله المكرونة بتاعتي بتبقى زي ماما بالضبط، بألف هنا لكل اللي بياكل منها ما شاء الله. طبعًا بقى حطيت كوباية مَيّة على الطماطم علشان أفرمها. معلش بقى لو ما نزّلتش لكم فيديوهات بقى لي كذا يوم، لإن والله كان بس الواحد نفسيته مش أحسن حاجة، لإن بابا سافر وكده، وطبعًا بقى أول ما سافر الكفيلة بتاعته خرجت له نهائي، فربنا معاه ادعوا له كده إن ربنا معاه وربنا يرزقه ويوقّف له ولاد الحلال يا رب، ربنا معاه ويرزقه ويرزق الجميع ويوقّف له ولاد الحلال ويرزق الناس كلها. فالواحد كان زعلان، ما كانش له نِفْس اللي هو يعمل فيديو، لإن هو بابا مسافر طبعًا علشان يشتغل وربنا يرزقه، طبعًا أنتم عارفين الغُربة كل واحد بيتغرّب عشان يشتغل وربنا يرزقه ويكفّي بيته ويسِد اللي عليه، طبعًا بقى الواحد كان نفسيته وِحشة بسبب الموضوع ده، لإن هو مسافر من هنا عشان ربنا يرزقه ويشتغل وكده، وهو يسافر تقوم الكفيلة مخرّجة له نهائي، يعني بتقطع رزقه من البلد. فطبعًا بقى ربنا معاه وربنا يرزقه وربنا يوقّف له واحد ابن حلال ينقل له كفالة أو يقف معاه، ربنا يرزقه ويرزق الجميع يا رب ويرزق عيالكم ويرزق الناس كلها. طبعًا بقى كنت سبّكت الطماطم علشان أعمل المكرونة، وإن شاء الله الأيام الجاية إن شاء الله هاعمل لكم فيديوهات حلوة وهننزّل لكم فيديوهات أحسن، وهاعمل لكم فيديوهات عند ماما، لإن في ناس طلبت على اليوتيوب عايزين فيديوهات عند ماما، فطبعًا بقى أمّا أروح عند ماما إن شاء الله هي بتعزمني كل أسبوع، فأمّا أروح الأسبوع الجاي إن شاء الله هاعمل لكم روتين حلو وفيديو حلو. طبعًا بقى كنت سلقت المكرونة وهانزل بقى في الحلة، وهانزل بالصلصة على المكرونة، وما شاء الله المكرونة بتاعتي بتبقى مفلفلة وجميلة، بألف هنا لكل اللي كَل منها. وطبعًا بقى كانت المكرونة باعملها ساخنة علشان الكفتة في الفرن هاطلّعها وأطلّع المكرونة والأكل يبقى سُخن. ما تنسيش يا حبيبة قلبي اللايك بتاعك الحلو كده وانتوا بتتفرجي على الفيديو، واشتركوا في القناة عشان ينزل لكم كل جديد. طبعا بقى عايزة اقول لكم ان الواحد فرحان بجد، لان انتوا بيكوا وصلنا ما شاء الله ل20,000، وصلنا ل25,000، وان شاء الله نوصل بيكوا ل50,000 وال100,000 متابع. ربنا يخليكوا لينا وما نتحرم منكم ابدا، طول ما انتوا جنبنا ومعانا دايما هنبقى ناجحين. وما شاء الله انا عارفة ان القناة بتاعتنا دي هتكبر بيكوا. ربنا يخليكوا لينا وما نتحرم منكم ابدا، ومن كل ام ومن كل صاحبه ومن كل اخت. يعلم ربنا انتوا حد مننا، يعني احنا بنحبكم. اما نيجي مثلا نتاخر عليكم في فيديو ماما تزعل تقول يا تغريد الناس يا تغريد لازم نعمل لهم فيديو وننزل لهم. فدايما بقى بنقوم عاملين الفيديو علشان خاطركم برضو. ربنا يخليكوا لينا وما نتحرم منكم ابدا يا اغلى متابعين في الدنيا، ودايما معانا كده ودايما بتفرحوا ماما بالتعليقات بتاعتكم. والله العظيم مش قادرة اقول لكم ماما بتفرح جدا من كل واحدة بتكتب لها كلمة حلوة في التعليق. ربنا يفرحكم زي ما بتفرحونا، ربنا يكبر بخاطركم ويكبر بكل خاطر واحدة زي ما بتكبر بخاطر ماما. وطبعا بقى كنت عملت المكرونة وهسيبها تتردد كده، بعملها مفلفلة وجميلة وما شاء الله. ده كنت طلعت الكفتة بقى ورشيت عليها خضرة مع الوش كده، مش قادرة اقول لكم كان ريحة الكفتة عاملة ايه. ما شاء الله كان نفسها جميل، بألف هنا لكل اللي كان منها. والله العظيم كانت تحفة ما شاء الله، تسلم ايديا وحياة عيني. ده بقى كنت جهزت الغدا وحطيت المكرونة وسلطة وشيبسي والكفتة وما شاء الله بألف هنا واتغدينا، والأكل كان يفتح النفس. مع السلامة يا حبايب قلبي، أشوفكم في فيديو جديد.